ما تنسوش الاشتراك وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الزيتون المخلل. شهر بالظبط وهفتح عليه وهاكل منه احلى زيتون مخلل في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احب ارحب بكل متابعيني من مصر ومن خارج مصر ومن كل الدول العربية. ان شاء الله النهاردة هخلل لكم الزيتون باسهل الطرق، والمكونات بتاعتي موجودة في كل بيت. 2 كيلو زيتون، كيلو ليمون، 8 معالق ملح، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة بابريكا، 5 فصوص حبهان، معلقة صغيرة حبة بركة وفصين توم، معلقتين سكر كبار، ورقتين لورا، كوباية خل، معلقتين عصفر، ربع كيلو فلفل أحمر هعمله هريسة شطة. طحنت ربع كيلو فلفل أحمر، أحط معلقتين زيت على النار، هنزل عليها بمعلقة ملح صغيرة ومعلقة سكر صغيرة ومعلقة خل، وهسيب الهريسة تتسبك على النار. ايه رأيكم في هريسة الشطة اللي انا عملتها؟ ربع كيلو فلفل اخضر، كيلو ليمون قطعت نصه شرايح والنص التاني عصرته، وهحط القشر على الوش علشان البرطمان ما يعفنش. وكرفس، ربطة كرفس صغيرة قطعتها عشان تدي نكهة كده مميزة وطعم حلو. ونص كوباية زيت هرشها على وش البرطمان. معلقتين سكر مادة حافظة وتخليه يقرش كمان. ربع كيلو جزر هبشره. غسلت الزيتون كويس وفتحته بالسكينة من على الجنب شرطة واحدة كده علشان يشرب من مية التخليل ويطيب بسرعة، وبعد شهر بس هيكون طاب وهناكل منه أحلى زيتون في الدنيا. برطمان غسله ومعقمه. وهبدأ بسم الله. أول حاجة هحطها في البرطمان هحط شوية من شرايح الليمون، وهضيف شوية فلفل أخضر، وهنزل بشوية زيتون وشوية كرفس وشوية جزر مبشور وشوية شرايح ليمون وشوية زيتون. ايه رأيكم؟ عملت طبقات. وهنزل بباقي الفلفل الأخضر، وضفت باقي الكرفس على الزيتون هيودي طعمه في حتة تانية. ضفت باقي الزيتون وهنزل عليه بالجزر المبشور، وهنزل باقي شرايح الليمون. ايه رأيكم في الزيتون المخلل؟ هحط قشر الليمون على الوش. لمحلول التخليل سخنت مية وبردتها. لكل كيلو